حاجة مهمة جدا وهو نادي بلدية المحلة. هنتكلم على الانتخابات وايه اللي بيحصل داخل الانتخابات. هيكون معانا الأستاذ مصطفى العربي مرشح لمجلس الإدارة، هيكلمنا على كل ما يخص نادي بلدية المحلة. أستاذ مصطفى، منور الدنيا كلها. بنورك يا باشا. ربنا يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا المحاسب مصطفى محمد حسن عربي الشهير بمصطفى العربي، حاصل على بكالوريوس تجاره اداره مال واعمال جامعه اسكندريه، حاصل على دراسات عليا في المحاسبه والمراجعه جامعه اسكندريه، وصاحب مجموعه اليسر لتجاره الاسمنت والاستثمار في مدينه الاسكندريه، ومرشح لعضويه مجلس اداره نادي بلديه المحله فوق السن رقم 10. تمام. أستاذ مصطفى، في البداية عايزين نعرف الناس تاريخ نادي بلدية المحلة. والله هو تاريخ انشاء نادي، وضع اساس نادي بلديه المحله كان 1931، وضع حجر الاساس، وجه سنه 1937 اكتمل النادي وافتتحه الملك فاروق، وسمي في هذا الوقت بنادي فاروق للالعاب الرياضيه. النادي بلديه المحله النهارده ده النادي الملكي، ويعتبر هو اثر من اثار مصر وتراث من تراث مصر الاصيل، ومن اقدم الانديه على مستوى جمهوريه مصر العربيه على مر العصور في انشاء الالعاب الرياضيه. طيب أستاذ مصطفى، عايزين نعرف المشاهدين إيه أسباب ترشحك لنادي البلدية؟ والله اسباب ترشحي لنادي بلديه المحله هو نادي حبيب الى قلبي. ثانيا انا عاوز انهض بالنادي واطور. على فكره هنفتح مداخلات دلوقتي وهنخلي الاعضاء يكلمونا وهتجاوب عليهم. تمام حضرتك اتفضل جاوب بقى على سبب اختيار كل الانتخابات، وهنسمع بعد كده. عاوز يحصل نهضه بالنادي وتطوير البنيه التحتيه وتطوير ملعب كره القدم. مثلا نادي بلديه المحله لا يقل النهارده عن نادي غزل المحله بحاجه. عاوز اطور الملعب واخليه ملعب جميل، خدت بالك، يجي لي الفرق الاساسيه فيه بعد كده، بحيث النهارده انا لو صعدت للدوري الممتاز النهارده هيدر عليا مبالغ كويسه للنادي وحصيله للنادي. ثانيا عاوز اطور النادي كله بحيث ان هو نادي يبقى جميل جدا من اجمل الانديه في مصر، بحيث ان النهارده حاجه تبقى حلوه بالاعضاء مناسبه لاعضاء الجمعيه العموميه وطريق بهم. لان النادي النهارده بلديه المحله يعتبر من الاشياء اللي هي الوحيده المتنفسه لاعضاء الجمعيه العموميه في مدينه المحله الكبرى. فأنا عاوز أخلق شيء جميل يناسب أعضاء الجمعية العمومية، وأخلي النهاردة الشباب دايما متواجد بالنادي، وأخلي الأسر والعائلات في خصوصيات كمان أعملها لهم، بحيث إن الخصوصية ترجع للعائلات تاني. وتحسين النهاردة أجتمع بالشباب، أحسن مهاراتهم الرياضية، تحسين جميع الألعاب الرياضية بالنادي البلدية والارتقاء بها، خدت بال حضرتك، واكتشاف المهارات والمواهب الرياضيه لنادي بلديه المحله. طب حلو الفكر ده يا استاذ مصطفى. طب احنا عايزين نتكلم على تاريخ النادي. حضرتك قلت النادي ده يعتبر نادي اثري، فازاي نادي اثري وفي الحته اللي فيها دلوقتي احنا عايزين ننهض بالنادي؟ ننهض بيه ازاي؟ والله ننهض بالنادي عن طريق استثمارات حقيقيه، بنعمل دراسه جدوى لمعرفه الموارد الموجوده بالنادي والقطاعات المختلفه وازاي نطورها. مثلا حمام السباحه النهارده واقف بقاله فتره. النهارده اول ما نخش مثلا المجلس الجديد النهارده بالتعاون ان شاء الله لو ربنا وفقني مع المجلس الجديد، النهوض باقامه النادي السباحه ده على طول فورا. اعاده الكيدز اريا تاني، اعاده الجرين اريا تاني، في تطويرها تطوير شامل مع تطويرات هائله، بحيث انها تتناسب مع قيمه نادي بلديه المحله. لان قيمه نادي بلديه المحله او النادي الملكي قيمه عاليه جدا في مدينه المحله الكبرى. فانا عاوز جاي النهارده، انا عضو من اعضاء الجمعيه العموميه في نادي بلديه المحله، انا عاوز اسعد الاهل والاحباب والناس كلها في مدينه المحله الكبرى بعمل شيء يسعدهم. عاوز اخش النهارده الاقي حاجه ترفيهيه، الاقي حاجه ثقافيه، الاقي حاجه اجتماعيه. النهارده انهض بالتعليم، اساهم في التعليم، دروس خصوصيه انزلها منخفضه، رحلات مثلا انزلها مدعمه. الاشياء دي كلها انها بتساعد النهارده العضو الجمعيه العموميه يفتخر بالنادي.